هل ربنا بيفتح على الناس اللي بتنسى ذكره؟ آه. طب تعرف حد نسي ربنا وربنا فتحها عليه أوي وحياته حلوة أوي؟ آه في كتير. تعالَ أقول لك رد القرآن الكريم على الكلام ده. ربنا قال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يعني سيبهم يجروا ورا الدنيا وأوهامها، لكن الحقيقة هتيجي في الآخر. كمان القرآن بيقول: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أوقات المال والعيال بيكونوا فتنة مش نعمة، بيكونوا استدراج. ربنا بيفتح على الناس اللي بينسوا ذكره. زي الكلام ده، شوف يا سيدي: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني هتلاقي الأبواب كلها بتتفتح، لكن كل اللي جاي عمرك ما هتعرف تحله. سمعت جملة ربنا كشف عنه ستره قبل كده؟ طبعا سمعتها. ربنا قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. المهلة مش دايما رحمة، أحيانا بتكون فرصة لمراجعة النفس قبل ما يجيلك القضية اللي مش هتقوم من بعدها. مش كل رزق دليل على الرضا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يعني مش دايما الزيادة في الرزق رحمة، أحيانا لو ربنا وسع عليك بتتحول لبغي وفساد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. أحيانا النعيم استدراج وأحيانا الفقر رحمة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. دي كانت دقيقة لقلبك. قيس حياتك بالقرب من ربنا مش بالرزق اللي في إيدك. النعيم